السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. احنا هنا في وادي النطرون بنصور فيه 8 فدادين مزروعين مانجا، فيها عنبر فراخ، فيها زريبة للمواشي، فيها كهرباء، فيها بير خاص بالأرض، فيها كهرباء ريفي، أرض ملك نهائي معلاش حاجة للدولة، كان مأجرينها مانجا. طبعا بيغيروا لها الشبكة. طبعا المانجا لسه مهملة شوية. طبعا راجل آخر سنة في الإيجار وخلص، ومعروض للبيع 8 فدادين ملك نهائي في وادي النطرون، مانجا زي ما حضراتكم شايفين، من مشايات نخل بلح، أرض ملفوف عليها صور وجهه. اتنين كيلو من الأسفلت، تمن فدادين اتكلموا في 3,200,000، ملك نهائي زي ما قلنا لحضراتكم. 2 كيلو من الأسفلت، واخدة وجهة 70 متر أو 50 متر على الطريق الرئيسي اللي برا. محول كهرباء، بير مية خاص بالأرض، أرض قريبة من قرية، يعني بعد كده ممكن تمشي بالمتر لو حبيت تبيع، يعني بالمتر. أرض سعرها كويس، 8 فدادين ملك نهائي. ممكن نزرعه تحت المانجا محاصيل كمان. المانجا طبعا كبيرة، أهلا في 8 سنوات. في عنبر فراخ يشيل 2000 كتكوت. صور العنبر. فيها طبعا زريبة عاملينها للعجول. عنبر يشيل 80 قطعة. عاملين هنا حضانات العجول الصغيرة. دي حضراتكم المشاية اللي في وسط الأرض. ده وضع للحارس. دي الكهرباء 3 فاز هنا، شغالة بير للمية.
هردم مية حلوة هنا، تربة حلوة فيها شوية اهمال شوية، طبعا كانت متأجرة زي ما قلنا لحضراتكم، قريبة من الاسفلت في وسط القرية. فيها وجهة سور ماشي معانا هنا لغاية اخر الارض، يعتبر فيها جنبين سور، ملك نهائي معلاش حاجة دولة زي ما قلنا لحضراتكم، ب3,200,000 تمن فدادين، فيها كهرباء وفيها بير مية خاص بالارض في وسط قرية زي ما قلنا لحضراتكم. ممكن فيها كلام بالمتر بعد كده لو حبيت تبيع هنا بالمتر، في مكان مشهور هنا في وادي النطرون 2 كيلو من الاسفلت. محتاجة شوية مصاريف بسيطة، شبكة الري، خرطوم الصويا اللي بيروي في الأرض، ونزرعه محاصيل هنا بين الشجر عادي. احنا دلوقتي في شهر 10، الأرض دي سعرها ثابت 3,200,000. طبعا عندنا أسعار بتزيد في وادي النطرون. طبعا مكان مشهور، أراضي كويسة في وادي النطرون والبيع فيها كتير، في قبول هنا في الوادي. مزرعة جميلة، مكانها هادي، الناس اللي تحب الهدوء. تمن فدادين، ملك نهائي زي ما قلنا لحضراتكم، ب3,200,000. فيهم بير مية خاص بالثمان فدادين، كهرباء، فيها زريبة للمواشي أو عنبر للفراخ، قريبة من الأسفلت في وسط قرية، 2 كيلو ب3,200,000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.